عشان الحال مش مشكلة، بس أنا بحب أعترف قدامكم إنه أنا حمار. لا يا تضحكش، هل كيف بفسر لك إياها؟ أنا أحمار وأعتز بذلك. لأن مش بصراحة جد من يوم ما انولدت لليوم ما حدا ناداني باسمي. فيش. وأنا ولا والله. وبرضه كلتش حمارة؟ هذا نفس الأستاذ تروحيش عنده. من انا ولد صغير اذا امي بدها اشي ولك يا حمار جيب لنا ضمة بقدونس، ما روحش. يروح ابوي تقول له الحمار طلبنا منه بقدونس ما جابش، ينادينا ابوي يقول لي ولا يا حمار ليش ما جبتش البقدونس لابوك لامك؟ بقول له يابا انا مش حمار. قال لي حمار اللي بيسمعش الكلمه هو حمار. حتى في المدرسه اول ما يدخل الاستاذ على الصف يترك الباب يجي يقول مين الحمار اللي مش حافظ؟ حسام حافظ؟ طبعا لو اني حافظ انا مسح الكاسيت كله من راسي بهالطله تبعته. والله اطلع اسمع القصيده اغلط 7 غلطات واكل 7 برابيج من البربيج اللي حامله الحمار اللي حامله الاستاذ بيده، ويطحيني برا. اطلع برا الاقي المدير جاي والله العظيم زي القطار من هذا تبعه حامل بايب. ليش واقف بالليوان؟ قلت يا استاذ خربطت تشيل. يقول لي لا انت واحد حمار. قلت والله قال لي لو انك مش حمار الاستاذ ما بيطلعك برا، ان اصرف برا وتجيش بكره لما تجيب لي حمار الكبير معك يعني ابوي. فرحت حكيت لابوي، اجى ابوي طبعا انه هذا ابنك حمار بينفعش بالمدرسه خده شغله ثانيه. سحبني ابوي وداني على محمص احمص بزر. الا هو بقول له الزلمه ليش بدك تجيبه خليه يكمل مدرسه. فابوي بدوش يفضحني كان وشوش الزلمه على سمع السوق قال له الولد حمار مش نافع في المدرسه. فزقني عنده. اول ما زقني بده يحملني شوال ابو 60 كيلو لوز ما قدرتش احمله وقعت. قال لي كمان حمار بالعتاله. روح على الدار. روحت على الدار لقيت ابوي بيلعب طاوله زهر مع صاحبه. روقني من ورا النظارات وقال لي ليش يا حمار مروح بكير؟ على كل حال خش جوا هلقيت بديش احكي معك قدام الزلمه انا بدبرك يا حمار. الامانه دخلت على الغرفه طلعت على المراي الشكل شكل بني ادم بس مش عارف يمكن في حمار جوا. قعدت افكر كنت حمار وماله. اقسم بالله يا ريتني حمار. اليوم الحمار لما بده يجي ياكل ما بياكل الا نواشف برسيم او خضار. بفهم بالخضره عشب. والله لا تذبحه ما اكل همبرجر. حمار بفهمش في الاكل يا عمي. عمركم شفتوا حمار لاحق حماره بشارع صلاح الدين بصفر لها مثلا يعني؟ جد عمره حدا فيكم شاف حمار لاحق حماره بصفر لها؟ لا. الحمار اذا اعجب بحماره من بعيد بوقف بنعر لها. هالكيف اذا نعرت بتكون كبلت بروح بدبروا حالهم. ما نعرتش بتحب حاله بكل ادب بروح بدور حماره ثانيه. مره سمعت حوار بين حمارين واحد فيهم بقول للثاني بتعرف انه الحرب العالميه الثانيه مات فيها 20 مليون الا الحمار الثاني قال له الله لا يردهم. قال له يا زلمه حرام عليك. قال له ما هي نفس الحرب هاي مات فيها مليون حمار ما لهمش ذنب في الحرب. هالكيف لما الواحد الحمار بسبع حمار البني ادم بسبع بني ادم شو بقول له؟ يا حمار اجلتش الله انت بتسلط علي. بس الحمار لما بده يسبع الحمار شو بقول له؟ افهم يا بني ادم